ابستن. اي راح احكي على هاي القذاره، بس راح اتناولها من زاويه ابعد، اطرح تساؤلات وانطي حلول. مستعدين؟ اي مستعدين. اجمد، لسه اللي جاي جامد. هي ليش وزاره العدل الامريكيه نشرت فضائح ضد ترامب وهو الرئيس وهو اعلى سلطه من عندنا؟ والجواب: سلطه الدوله العميقه بامريكا اعلى من سلطه الدوله والرئيس الظاهر بالعالم، وهاي الدوله العميقه تحكمها اليهود، وابستن هو اصلا يهودي. إبستين الملياردير اليهودي الأمريكي ولد عام 1953 في بروكلين بنيويورك. فشنو؟ ترامب تردد بضرب إيران بسبب الخوف من ردة الفعل الإيرانية والدخول بحرب شاملة بغرب آسيا، وهنا عنده 70,000 مقاتل بالقواعد الموجودة بالمنطقة. التقارير الاستخباراتية تؤكد وصول منظومة الدفاع الساحلي الفتاكة بيستيون إلى إيران في الخفاء، واليهود يريدون حرب مفتوحة بالمنطقة، وهذا هو السبب الرئيسي لابتزازه، وإذا استمر رافض هاي الحرب فاحتمال ينشرون الأكبر. طبول الحرب تقرع في إسرائيل بشكل واضح. زين، سؤال ثاني: الاشياء اللي نشروها هي كل شيء موجود بالجزيره؟ لو اكو شيء غيره؟ طبعا لا، ولازم نفكر شويه بذكاء. الاشياء اللي بعدها ما طالعه اكبر واقدر. زين، بعد ما توفى ابستن والتجير والجهنم، هاي المواضيع انتهت لو اجى واحد بمكانه استلم الموضوع واستمرت هاي الافعال القذره. واكيد اكو واحد استلم بمكانه، بس يا جزيره يا ولايه يا مقاطعه يا صحراء بالسعوديه. عطنا ماء يا مسفر، بس شغل ما شوي. وهاي بعد علمها بس يم الله سبحانه وتعالى. يعني شنو؟ ان تشوف العالم كله ساكت على جرائم الاحتلال الامريكي والصهيوني، فهذا السكوت مو من فراغ. ومن تشوف حكام العرب والخلايجه تتسارع للتطبيع ويا اسرائيل، فهذا هم مو من فراغ. وبالاخير تدرون قائمه ابستن ولا شيعي بيها؟